المغناطيس ده قرب من السنسور هتلاقي قطع كهرباء عن الموتور واللمبه الحمراء نورت. تعالى كده نشوف اهو فصل. بفكرك إن القناة عليها قوائم تشغيل مرتبة للمبتدئين من أول الأساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسة والصيانة العامة. أنا أحمد داوود، دكتور هندسة. دكتور هندسة. تعالى بقى كده نفك الفلوماك ونتعرف عليه من الداخل. 4 مسامير هنفكهم. فك الصواميل دي. بتلاقي هنا الجوانات دي علشان ما تدخلش ميه من التجويف ده. كده احنا فكينا وش الفلوماك. هنلاقي هنا زي ما قلنا قبل كده دخول الكهرباء من تحت حتى حرف ال وحرف ال او اللاين والنيوترال اللي هما طرفين الكهرباء ال 220. ده الدخول من هنا اهو داخل هنا على الكارتة، وخروج الكهرباء من هنا اللي هو اليو والفي رايحين على الموتور. تعال نفك غطا الكارتة. تلاقي فيه مسمارين هنا، واحد هنا وواحد هنا. هي دي الكارتة او البوردة الالكترونية بتاعة الفلوماك الكلبيدة. البوردة الالكترونية دي للأسف يعني عيبها ان هي زي ما تكون متبرشمة، ما ينفعش تتفك، فبيبقى الاصلاح فيها صعب. هو مش مستحيل بس بيبقى صعب، يعني هتضطر بقى تكسر البلاستيك ده وترجع تلحمه تاني وكده. ولكن خلينا نتكلم بشكل عام. بيبقى فيها مغناطيسات، بيبقى فيها 2 مغناطيس او حساس مغناطيسي. البوردة طول ما هي الحساسات المغناطيسية دي بعيدة عنها، طول ما هي موصلة كهرباء. يعني بص هوريك. احنا قلنا فين هنا المكان اللي بيروح للموتور؟ الكابل اللي فوق ده اهو، ادي الموتور بتاعنا. ادي الموتور بتاعنا تمام. والمكان اللي بيوصل فيه الكهرباء الكابل ده، هوصل كهرباء هنا تمام، والموتور شغال معايا كده. البوردة طول ما هي مفيش السنسور المغناطيسي ده في مغناطيس بعيد عنه، هتلاقيها موصلة كهرباء. بص اللمبتين منورين، اللمبة بتاعت الباور اللي هي الخضراء واللمبة بتاعت الاون اللي هي الصفراء. هو كده الفلوماك موصل الكهرباء للموتور لانه المغناطيسات بعيدة عن اماكن السنسور دي. لما المغناطيس بيقرب من السنسور، احنا عندنا 2 سنسور او 2 حساس. الحساس الاولاني ده بيبقى بتاع مسمار الضغط ده. السنسور التاني بتاع التقل اللي بيطلع وبينزل مع سريان المية او وقوف المية. السنسور الاولاني بتاع المسمار ده لما يكون المغناطيس قريب من السنسور ده، هتلاقي اللمبة الحمراء بتاعت الفيلير منورة. يعني معناها ايه؟ معناها انه مفيش مية. لما بيبقى فيه ميه، الميه بتتكون شويه كده عند المسمار ده، بتزق جلده الرداخ دي، فالعمود بيبعد. العمود المغناطيسي اللي هو ده، هو الوضع بيبقى كده كده. ده في مغناطيس هنا اهو. المغناطيس ده طول ما هو بعيد، يعني في ميه زقه الجلده. طول ما العمود ده بعيد، يعني معنى كده ان في ميه زقه الجلده دي، معنى كده انه في ميه، يعني الميه مش مقطوعه، وبالتالي هتلاقي اللمبه الحمراء مش منوره. طيب لو المغناطيس ده قرب من السنسور، هتلاقي قطع كهرباء عن الموتور واللمبه الحمراء نورت. تعالى كده نشوف اهو فصل. طيب لو بعدت المسمار، وصل تمام. يبقى ده السنسور الاولاني.
في سنسور تاني هنا برضو اللي هو بتاع سريان المية ده، وانا قربت المغناطيسة منه المفروض يقطع الكهرباء عن الموتور. هو كده موصل كهرباء علشان حتة المغناطيسة دي بعيدة عنه، وبالتالي هو حاسس ان المية شغالة. السنسور التاني بيبقى مكانه هنا. اهو فصل تمام. طيب هبعد المغناطيسة، وصل كهرباء. أرجوك ما تنساش والدي ومحمود أخويا من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجة يا ريت تدعي ليا وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.